إذا أعزائي المتعلمين، ما كنتم أسعد الله صباحكم. نستمر اليوم دائما في إطار الحلقات من القصص والحكايات التي نقدمها والتي تبقى هادفة بعيدا عن كل ما هو متعلق بسفاسف الأمور أو هو تافه، لأن غايتنا دائما هو بناء الإنسان وترسيخ قيم ومبادئ يمكن الإنسان تكون بمثابة أساس في حياته اليومية في التعامل مع الآخرين وفي التعامل حتى مع ذاته. إذا اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله كما شفنا البارح بأن واحد الشيخ كان يوصي الابن ديالو بضرورة الإحسان إليه لما كبر من يكون ابنا برا. اليوم غادي نشوفوا عاوتاني درس آخر يقدمه الأب لابنه، واليوم غادي نشوفوا كيفاش ان بعض الابناء كيكونوا معروفين بكثره الغضب والتوتر وبالتالي كتصدر عنهم تصرفات تسيء لذاتهم وفي نفس الوقت تسيء علاقتهم بالاخرين. اليوم غادي نشوفوا كيفاش ان واحد الاب غادي يعطي واحد الدرس جميل جدا وفيه عبره لكل الابناء ديالنا كيفاش انهم يتصرفوا في الحياه باش يتمكنوا من اداره الغضب ديالهم او التحكم في الغضب ديالهم. اذا الدرس ديالنا اليوم هو لوسون دان بير، درس ديال واحد الاب غادي يقدمه للابن ديالو تحت عنوان جيستيون دو لا كولير، اداره الغضب، او كما كنقولوا لا ميتريز دو لا كولير، ضبط الغضب او التحكم في الغضب. دونك هنا غتبدا القصه ديالنا بما يلي. يعني القصه في الماضي. il y avait un garçon nerveux. كان هناك واحد الطفل دائما قلق، دائما كثير الغضب، qui ne pouvait pas contrôler sa colère، يعني لم يكن قادرا على التحكم في غضبه. il perdait constamment la tête، يعني كيفقد السيطرة على النفس ديالو. alors son père réfléchissait chaque jour et voulait lui donner une leçon. الاب ديالو بفضل الحكمه ديالو والتجربه ديالو في الحياه ما غاديش يتصرف مع حتى هو بغضب، ما غاديش يلجا للتعنيف ديالو. اذا بفضل الحكمه ديالو فكر كثيرا واراد ان يعطي لابنه درسا. قلنا son père réfléchissait، يعني يفكر كل يوم، et voulait lui donner une leçon، واراد ان يعطيه درسا في اداره غضبه او التحكم في الغضب ديالو. alors اشنو دار هذا الاب؟ alors il lui a apporté un sac rempli de clous، جاب ليه واحد الكيس خنشه كما كنقولوا مليئه بالمسامير دي كلو. elle l'a placé devant lui en disant، وضع هذا الكيس المليء بالمسامير امام هذا الابن ديالو الصغير وقال له devant lui en lui disant je veux que tu enfonces un clou dans la clôture en bois de notre jardin. قال له اريدك ان تضع مسمارا في هذا السياج الخشبي، يعني تدق واحد المسمار، تدق مسمارا في هذا السياج الخشبي ديال الجردة ديال الحديقة ديالنا chaque fois، كلما شعرت بالغضب، chaque fois que tu te sens très en colère، أنك شعرت بأنك في غاية الغضب، et que tu perds ton sang-froid، يعني كتفقد التحكم في الأعصاب ديالك. le garçon commence، يعني غادي نفد الوصية اللي عطاه الأب ديالو. le garçon commença à faire ce que son père lui demandait، أن هذا الطفل هذا بدأ في تنفيذ ما طلبه منه والده. le premier jour، يعني في اليوم الأول، le garçon a enfoncé 7 clous dans la clôture، يعني في اليوم الأول هذا الطفل هذا تمكن بأنه يوضع في الخشب، يدق 7 المسامير في هذا السياج الخشبي اللي كيحيط بالحديقة ديالهم. mais l'insertion de clous n'a pas été facile، بأن هذا العملية اللي قام بها بأنه يوضع المسامير في هذا السياج الخشبي اللي يحيط بالحديقة ديالهم بالدار ديالهم لم تكن مهمة سهلة، بل كانت صعبة. alors le garçon a essayé de se contrôler، مادام أن هذه المهمة هذه جاته صعبة ومتعبة وشاقة، هنا بدأ اتخذ قرار بأنني ينبغي أن أتحكم في غضبي، يعني أن أدير الغضب ديالي بشكل جيد. a essayé، حاول de se contrôler lorsqu'il était en colère، يعني لما يكون غاضبا. par la suite، يعني مرات الأخرى، afin de ne pas avoir enfoncé، علاش؟ باش يتخلص وما يعاودش يلجأ بأنه يوضع المسامير، يدق المسامير dans la clôture avec difficulté، يعني بالنسبة ليه كانت مهمة صعبة باش كيدق دوك المسامر، était une tâche avec difficulté، يعني بصعوبة. إذا سنرى ما الذي وقع بعد ذلك. après plusieurs jours، يعني بعد عدة أيام،
et l'enfoncer moins de clous. يعني كلما مرت الأيام بعد أيام كثيرة بدا مابقاش كيدير 7 المسامير، كيوضع مسامير أقل. Et après des semaines يعني من بعد أسابيع le garçon était enfin يعني أنه أصبح في نهاية الأمر capable قادرا de se contrôler على أن يتحكم في غضبه et appris à arrêter وتعلم كيف يوقف غضبه، أن يتحكم في غضبه et contrôler ses nerfs يتحكم في الأعصاب ديالو وفي التصرفات ديالو et ses actions les actions التصرفات الأفعال وما إلى ذلك. Et ainsi وهكذا il arrêta d'enfoncer des clous dans la clôture. وهكذا يعني توقف عن وضع المسامير أو يدق المسامير في السياج الخشبي. Ici son père هنا الأب ديالو كان très satisfait عجبو الحال. Donc ici son père est venu à exprimer sa joie يعني جا لعند ديالو وعبر عن الفرحة ديالو والسعادة ديالو بهذا الإنجاز اللي قام به الابن ديالو. Face à sa réussite نجاح ديالو الإنجاز ديالو. Le père s'est approché de son fils يعني مازال يطلب منه شيء آخر. اقترب من الأب ديالو. Il s'est approché de son fils. Il lui a dit وقال له Mais maintenant قال ولكن الآن tu dois essayer d'enlever un clou tous les jours sans te mettre en colère. أنا أطلب منه العمل المضاد يعني في الأول قال له وضع مسامير في هذا الخشب، اليوم طلب منه العمل مضاد اللي هو قال له دوك المسامير اللي وضعتهم في ذاك الخشب حاول تعاود تخرجهم. d'enlever les clous bien un clou طلب منه يحيد غير مسوار واحد في اليوم sans te mettre en colère يعني بدون ما تخبر على الغضب ديالك. alors le garçon a commencé يعني الابن بدا العمل ديالو à enlever les clous يعني إزالة المسامير jusqu'à ce qu'il ait fini حتى انتهى من هذه العملية اللي طلب منه الأب ديالو هي إزالة المسامير التي وضعها سابقا في الأخشاب. إذن une fois de plus son père lui dit combien il était heureux de son exploit يعني هنا عاد مرة أخرى الأب ديالو عبر له على الفرحة ديالو والسعادة ديالو بهذا الإنجاز اللي قام به الابن ديالو. puis il lui prit la main et lui dit أخذه من يده وقال له maintenant regarde ces trous dans la clôture. قال له شوف هاد المسامر اشنو خلاو في هاد السياج الخشبي في الخشب يعني خلاو العلامات خلاو البلاصه ديالهم خلاو التقابي. cette clôture ne sera plus jamais la même يعني هاد الخشبه اللي كانت في الاول سليمه وملسه كتبان لنا ملسه ما فيها حتى شي ثقب ما فيهاش حاجه راه ما يمكنش غادي تعاود ترجع لسابق الاصل ديالها ولكن ستبقى مليئه بالثقوب. هنا عطى درس. ainsi lorsque vous dites ce que vous dites قالوا هكذا عندما تقول ما تقول وأنت في حالة غضب. vous dites ce que vous dites dans un état de colère cela laisse des traces قالوا هذا يترك آثارا comme ces trous كما هذه الثقوب qui ne disparaissent jamais أنها لا تغيب أنها كتبقى دائما حاضرة أنها ما غاديش تمحى ne disparaissent jamais et reste dans l'âme des autres وخا تبقى حاضرة في قلوب الآخرين وفي الأرواح ديالهم ما بغيتو. يعني شنو عطاه؟ قال له جو سوي ديزولي أنا آسف يا بني tu peux réparer tes fautes envers les autres. قال له تقدر إلا استمرت بهذه الطريقة تقدر تصلح الأخطاء ديالك تجاه الآخرين بسبب ثورة الغضب ديالك تعبر عن الاعتذار. mais la blessure sera toujours là ولكن الجرح سيظل دائما حاضرا. نتمنى ان القصه تكون عجباتكم. نتمنى اننا خدينا درس كيفاش يتعاملوا الاباء مع الابناء ديالهم في لحظات الغضب ما يستمروش هما بالغضب ديالو بحالهم ولكن يحاولوا يعالجوا الامور بعقل من خلال دروس من الحياه. نتمنى انكم تعبروا على الاعجاب ديالكم بهذه الحلقه هذه. ما تنساوش تخليونا لي كومونتير وتنخرطوا في القناه ديالنا الجميع اللي هي في النجاح الدراسي والمهني. شكرا لكم على حسن الانصات والمتابعه. دائما نحن مع ضد التفاهه ودائما مع ما هو جاد وما هو هادف ويرسخ قيم ومبادئ لدى الأجيال الصاعدة ديالنا. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.